وبرغم سهولتها إلا إنها محيرة ناس كتير. بسبوسة الحلواني كما يجب أن تكون. جايبالكوا فيديو النهاردة سر الترميلة واللون والطعم الحلو قوي بتاع البسبوسة الجاهزة من لسان شيف حلواني خبرته تتجاوز 20 سنة. اداني السر وقال لي ده هدية من أب لبنته. وزي ما انتوا شايفين انا ما بحبش اخبي عليكم حاجه. جبنا المكونات وحطيناها قدامنا، وده اي وصفه واي نجاح حاجه هي بتعتمد على المكونات المظبوطه والتكنيك الصح في العمايل بتاع الوصفه. ما ينفعش نحط حاجه مكان حاجه او نسبق خطوه قبل خطوه ونرجع نقول الوصفه ما ظبطتش معايا. يلا بينا ندخل على المقادير عشان ما بحبش اطول عليكم كتير. معانا اول مكون 3 كوبايات سميد من اكياس البسبوسه متوفره في اي سوبر ماركت او عند اي عطار. بتعايري 3 كوبايات بنفس المج اللي قدامك ده. والنهارده انا متعمده ما اعملش المقادير بالجرامات ولا باي حاجه علشان تبقى سهله وبسيطه لاي حد مش متوفر عنده ميزان. الكوبايه الموجوده دي هي اللي انا معايره بيها السميد بتاعي. تمام. ومعانا اول حاجه كوبايه سمنه بلدي، النوع اللي انت تحبيه او السمنه المتوفره عندك، بس السمنه البلدي طبعا بتفرق. ومعانا كوبايه لبن دافي وكوبايه الا ربع سكر. ليه كوبايه الا ربع مش كوبايه؟ لان الاكياس بتاعه البسبوسه بيبقى فيها سكر، فطبعا لو حطينا كوب كامل هيبقى مسكره قوي، بلس السيرب اللي هنسقيها بيها. معانا هنا نص معلقه بيكنج باودر، ما تزوديش عن كده عشان ما تنفش معاكي. ومعانا معلقة كبيرة من عسل الكلوكوز. لو مش متوفر مفيش اي مشكلة، تقدري تستبدليه بعسل نحلة او العسل اللي بنسقي بيه البسبوسة، بس يكون عندك عسل بتاع الكنافة اللي هو بنبقى متقلينه شوية. لان زي ما انتوا عارفين كل نوع حلويات ليه سمك معين للعسل بتاع البسبوسة. العسل بتاعها بيبقى خفيف، الكنافة العكس طبعا. اول حاجة هنعملها هنخلط المكونات الجافة مع بعض، اللي هو سميد البسبوسة اللي عليه كل حاجة، عليه جوز الهند بتاعته والسكر وعليه كل حاجة. احنا بس بنزوده او بندعمه بربع معلقة، يعني المعلقة الكبيرة بتاعت الشاي، قصدي المعلقة الكبيرة بتاعت الاكل دي ربع معلقة. لكن لو معلقة شاي نص معلقة صغيرة، ما تكتريش لان اكياس البسبوسه الجاهزه بيبقى فيها كل حاجه. هنبتدي ندمج المكونات كويس الجافه مع بعض علشان ما تبقاش متكتله في حته واحده. وهنبتدي اول واهم خطوه الشيف اكد عليا فيها ان احنا نبس كويس السمنه البلدي بتاعتنا مع الدقيق بتاع البسبوسه بتاعنا اللي هو دقيق السمولينا. ونبتدي نتاكد ان كل حبايه اتغلفت بالسمنه البلدي وبقى شبه الرمل، ملمسه رملي جدا كده. وما تخافوش الخطوه دي طولوا فيها على قد ما تقدروا، طالما ما فيش في الخليط سوائل دي السمولينا مش بيبوش ولا حاجه ولا بينفش ولا الكلام ده كله. هنا انا ركنت المعلقه على جنب بقى، وبايدي كده ابتديت ابس كل حبايه دي السمولينا بتاعنا او السميد بتاع البسبوسه بتاعنا بالسمنه بتاعتنا. تمام. زي ما انتوا شايفين كده بتاكد ان مفيش حاجه تحت مش متغلفه بالسمنه ولا اي حاجه. تمام. نبتدي بقى نشوف الخطوة اللي جاية، والخطوة اللي جاية سهلة وبسيطة جدا، لكن بيتوقف عليها نجاح الوصفة كلها. زي ما انتوا شايفين كده بقى شبه حبات الرمل خالص، بقى رملي، وكل حباية دي من السميد متغلفة بالسمنة. هنجيب بقى بولة كبيرة وهنبتدي نشوف هنعمل فيها ايه. اول حاجة هنحط الكوباية الا ربع بتاعتنا سكر، ولو انتي مش بتحبي الحاجة مسكرة قوي هتخليه نص كوباية سكر. تمام. لان زي ما بقولك احنا مستخدمين في الوصفه بتاعتنا اكياس البسبوسه الجاهزه. حطينا عليها كوبايه لبن دافيه. دافيه بمعنى ايه يعني يا لوجي يا بوسي؟ فتره؟ لا، تكون سخنه شويه بحيث ان تساعد ان السكر بتاعنا يدوب. اهم حاجه واهم خطوه ان السكر يدوب علشان البسبوسه ما تبقاش ناشفه معاكي. لان لو السكر ما دبش ودخل الفرن او اتخلط مع خليط البسبوسه وهو مش دايب، لا هيساعد على ان البسبوسه بتاعتك تنشف ومش هتبقى مرمله ولا طريه زي بتاعه بسبوسه الحلوين اللي بنجيبها من بره. هنجيب هنا معلقه الجلوكوز الكبيره، هنبتدي نفضيها على الخليط بتاعنا. وزي ما قلت لك مش متوفر ما فيش اي مشكله. عندك معلقه عسل نحل بيور حطي، ما عندكيش عندك بقى عسل كنافه تكوني عاملاه حطاه في التلاجة يكون تقيل، اهم حاجه تبتدي تستبدلي بيها. هنبتدي نخفق او ندمج المكونات دي كويس جدا مع بعض لغايه ايه يا بوسي؟ لغايه ما السكر يدوب تماما، ما يبقاش فيه تحطي كده المضرب ما تحسيش ان هو في سكر في البوله بتاعتك او في الطبق بتاعك خالص.
الخطوة دي تاخد منك وقت على قد ما تاخد، بس هي عامة طولت معايا علشان السكر طبعا انا مش طحناه، ده هو سكر عادي واستخدمته في الوصفة بتاعك، وانت برضو ما تطحنيهوش يعني. لكن هتبتدي تدوبيه بالمضرب بتاعك بالشكل ده. ادي كل خطوة حقها، وادي كل خطوة وقتها، هتطلع معاكي نتيجة حلوة جدا. لان زي ما بيقولوا كده، اهم من الشغل ضبط الشغل، ودي حقيقة يعني انا بلمسها في اي حاجة بعملها. تمام، انا هنا خلاص اتأكدت ان الخليط بتاعي السكر داب، وهجيب برضه اتأكد بالاسباتولا كده ان مفيش سكر تحت. خلاص مفيش سكر تحت، اوكي. هنبتدي نجيب دقيق البسبوسة بتاعنا، السميد بتاع البسبوسة، هنبتدي نحطه وندمج المكونات. طبعا المكونات السايلة متساوية مع دي، فالمقادير مظبوطة، فمجرد ما بس هخلي الحاجة تتشرب. شوفوا انا الجوانتي طبعا مش مخليني احس بالحاجة كويس، فكان في حبة سميد ما تغلفوش بالسمنة، لكن انا فضلت اعملهم بالمعلقة كده او بالسباتولا كده لغاية ما تشربوا بالسمنة اللي جنب اللي في الطبق. تمام، هنبتدي بقى نعمل الخليط كده على بعض بالراحة زي ما انتوا شايفين. بصوا انا بقلب بخفة ازاي. هنا بقى ما ينفعش اقلب كتير او اتمادى في خلط المكونات جامد او كده. ليه؟ لان انا هساعد ان دقيق البسبوسة بتاعي او السميد ينفش او قوامه يتغير عن الترميلة اللي انا عايزاها في النتيجة النهائية. فلا، هو مجرد بس ما اشوف كده ان الخليط السائل اندمج مع خليط المكونات الجافة، ويبقى انا كده الخليط بتاعي جاهز ان هو يتصب في صينية البسبوسة. طبعا متوفر عندك صينية البسبوسة اوكي، مش متوفر مفيش اي مشكلة، في اي صينية عندك تقدري تعملي الوصفة. لكن انا عندي صينية البسبوسة صغيرة مقاس 26، دي ما بعملش فيها اي حاجة غير البسبوسة. اللهم صل على النبي. وهنبتدي نحط فيها معلقة سمنة بلدي او زبدة، بلاش زبدة خليها سمنة بلدي برضو، وهتبتدي تدهنيها كويس بالشكل ده. ومش هنكتفي بكده بس، لا احنا عايزين البسبوسة بتاعتنا تبقى مترملة ولونها جميل ومكرمل من فوق، وكمان لونها مكرمل من تحت. طب لون الكرملة اللي من تحت ده هيجي ازاي يا بوسي؟ ده هيجي بمعلقة طحينة. ما تخافيش، الطحينة مش هتبان خالص اصلا في الوصفة بتاعتك، اللي هي معلقة بسيطة كده، وهتبتدي تدهني بيها الصينية بتاعتك كويس. بتدي لون حلو قوي وطعم حلو قوي للبسبوسة، سبحان الله. بس هي يعني هي الوصفة اصلها كده، واللي اخترعها عمل كده، فهي نجحت معاه بالشكل ده. يعني الشيف لما قال لي حطي معلقة الطحينة انا كنت اسمع عنها، بس لما اكد لي ان الطحينه فعلا بتساعد على ان البسبوسه تبقى مكرمله جدا من تحت وليها طعم مختلف، طعم البسبوسه اللي بنجيبها من بره، طبعا ما رجعتش وراه، نفذت الوصفه زي ما خدتها بالظبط. وبالفعل النتيجة طلعت مبهرة، وهتشوفوها في نهاية الفيديو كمان زي ما شفتوها في بداية الفيديو. هنبتدي بقى نجيب الخليط بتاعنا اللي هو شبه سايل، مش ولا هو ناشف، هو اهو. يعني حاولت اقرب لكم الكاميرا على قد ما اقدر عشان تشوفوا قوام البسبوسة بتاعتنا. هنبتدي نفضي الخليط بتاعنا كله في الصينية، ونشوف الخطوات اللي بعد كده هتبقى عبارة عن ايه. الخطوات النهائية اهم اصلا من الخطوات اللي في الاول دي كلها. يعني سبحان الله، كل حاجة بيقولك كل شيخ وليه طريقة، لا هي دي الطريقة اللي اعتمدي بيها البسبوسة وعلى ضمانتي. هنبتدي بقى نحرك كده الخليط ونرزع كده الصينية بالراحة، طبعا ما تعمليش بعنف زي انا عنيفة شوية. ببقى اتخنق من الحر، يعني مش بستحمل الحر. وده القوام بتاعنا، وده اللي هيطلع لنا بسبوسة هتشوفوا يعني ايه عظمة، عظمة بجد. العظمة لله وحده طبعا. هنجيب بقى العسل بتاعنا اللي في ناس كتير بتشتكي ان هو ساعات ما بيظبطش معاها، ساعات بينشف معاها، ساعات اي حاجة. اعتمدي المقادير بالظبط اهي. كوباية المج دي موجودة في كل بيت طبعا. انا فضيت معانا كوباية سكر، مج سكر، وكوباية ونص مية. انا حطيت ليه نص كوباية هنا؟ لان كان في لازق حبة سكر. انا بحب اشرح لكم كل حاجة عشان بس ما تستغربوش، او لو في حاجة انتوا مش مركزين معايا، لا انا بوعيكوا او بقول لكم ده حصل ليه وكده. هنبتدي نحط كوباية السكر، كوباية ونص مية. دي مقادير العسل بتاع البسبوسة، اوكي. ترفعها على النار لمدة 10 دقايق. مجرد ما تغلي هتعصر عليها عصرة ليمونة، مش ليمونة كاملة،
بس ماشي. عشان ايه؟ عصرة ليمون، يعني تقسمي لنا الليمونة كده نصين وعصرة منها على الخليط بعد ما يغلي. نركز مع بعض، بعد ما يغلي وتسيبيه على النار دقيقة او دقيقتين، بعد كده تطفي خلاص. هو ده العسل بتاع البسبوسة بتاعك. هنا في بذرة ليمونة، هروح اجيب المعلقة واجي اشيلها طبعا. بس كده سقينا بقى العسل. بصوا بتتشرب بسرعة. انا عقبال ما رحت اجيب المعلقة جيت لقيت ما شاء الله العسل كله اتشرب، مفيش الا الحبة دي. فابتدي بقى ايه، اخليهم ايه يتوزعوا كده في طبعا شايفين الحواف المكرمله المقرمشه دي؟ انا سبت اللي في البيت كله اللي في النص، وانا قعدت اكل اللي في الحواف ده. الحته المقرمشه بتاعت البسبوسه دي يا نهار ابيض، خطيره خطيره خطيره. وبصوا بقى واتفرجوا على الجمال وعلى اللون وعلى الترميله. وهبقى معاكم خطوه بخطوه وانا بقطع. طبعا مش دي النهايه ولا هي دي الوصفه كده خلاص خلصنا، لا لسه في خطوه مهمه جدا جدا جدا، وهي دي اللي بتساعد ان البسبوسه بتاعتك تبقى قوامها متماسك وفي نفس الوقت طريه ومرمله. ايه هي يا بوس الخطوه دي؟ يلا قولي بسرعه ما تصدعيناش. واحده واحده بس، وهقولك على كل حاجه. انا بس بوريكي التفاصيل بتاع اللون. طبعا اللون ده ما جاش من ان انا مشغله الفرن تحت بس، انا دخلتها على فرن درجه حرارته 180. تمام. وبعد ما لقيت الحواف اتكرملت وخلاص من فوق زي الفل كده، ولونها من فوق برضو كان ذهبي، لكن انا كنت عايزاها تدي اللون الاكتر، الذهبي الاكتر زي ما انتم شايفينه ده. ولعت الشوايه وانا فاتحه باب الفرن وقاعده قصادها، لا تروحي شمال ولا يمين عشان ما تلسعش معاكي. وتبتدي تلفي معاكي الصينيه والبتاع شغال. طبعا تكوني لابسه الجلافز بتاع الفرن، قماشه اي حاجه تبقي مأمنه ايدك وتلفي، والشوايه شغاله لغايه ما تاخد اللون القمر الكيوت العسل ده. احلى واطعم بسبوسه ممكن تجربوها في حياتكم. جربوها على ضمانتي، بس اهم حاجه تتبع المقادير بالظبط والخطوات بالظبط. ما تجوديش وما تقوليش ازود معرفش ايه واحط ايه، لا، المقادير دي هتطلع معاكي انجح واطعم والذ بسبوسه ممكن تدوقيها. تمام. هنبتدي نقطعها مع بعض زي ما انتوا شايفين. قوامها متماسك مش مفروله، وفي نفس الوقت مرملة. هنا الكاميرا بكسلت معرفش ليه. فهنبتدي نقطع الشوط ده عشان ايه انت مش ذنبكوا حاجة، انتوا تشوفوا البكسلة بتاعت الكاميرا اللي جت من غير سبب دي. هنا قطعناها زي ما انتوا شايفين المنظر. بصوا تحفة ازاي. بصوا الحواف المقرمشة دي، انا لو ما كنتش خلصت الصينية كنت رحت قمت كلتها دلوقتي. الحواف بتاعت الصينية احلى من طعم البسبوسة اللي جوه كمان، يعني ما شاء الله. هنا بصوا بقى القوام بتاعها وهي بتطلع مرملة ترميلة يا بنات، فظيعة فظيعة فظيعة. لازم تجربوها. كيس بسبوسة مش هيكلفك كتير، مع السكر موجود، مع كوباية اللبن موجودة، والسمنة البلدي هتكلفك شوية بس اهي برضو اكيد موجودة في البيت. بالنسبة يا بنات للحلويات، ايه افضل نوع سمنة بتفضليه يا بوسي؟ سمنة شيراتون حلوة قوي قوي في الحلويات، وسمنة فيرن برضو. تمام. زي ما انتوا شايفين الترميلة والصينية من جوه قمر وكيوت ازاي، فظيعة. بصوا بصوا بصوا، انا بحاول اوريكم التفاصيل، مش بغيظكم والله، بس يعني عايزه اوريكم تفاصيل التفاصيل والقرب. والاضاءه عندي عامله لي مشكله، الاضاءه بتبقى ظلمه الحاجه على الحقيقه بتبقى احلى، لونها بيبقى احلى. ببقى احاول اوصل لكم الحقيقه، لكن طبعا عمر ما هيجي حاجة زي الحياة أبدا. بتبقى إضاءات وتصوير بكاميرات معينة كده، ربنا يكرم إن شاء الله واوصل للحاجات دي. بصوا الترميلة بتاعتها فظيعة، لازم تجربوها. ولون السمنة البلدي باين ازاي وتحفة ازاي، خطيرة خطيرة. مش ناقصها حاجة غير ان انتوا تيجوا تاكلوا معايا، بس ده لو لقيتوا حاجة في الصينية اتنسفت اساسا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وبعتذر انا طولت عليكم، دي اول فيديو اطوله، بس هو فعلا يستاهل التطويل. وطبعا انا غطيت الصينيه، انا مش عارفه جت المرحله بتاعت غطيت الصينيه دي ودخلتها الفرن 10 دقايق قبل بس ما اقفل الفيديو. لازم بعد ما بتسقي البسبوسه تغطيها وتحطيها الفرن وهو مطفي، وهو مطفي ماشي.
وبس كده. ولهنا وصلنا لنهاية وصفتنا. يا رب الفيديو يكون كان خفيف عليكم وتكونوا طلعتوا منه بمعلومة مفيدة، وان شاء الله الوصفة لو جربتوها انا واثقة انها هتبقى جميلة معاكم. ان شاء الله تجربوها. منتظرة تعليقاتكم في الكومنتات، واي حد عنده سؤال يقدر يكتبولي وهرد عليكم فورا. ودمتم احلى متابعين ودمتم احلى ناس. وجودكم بجد يعني احلى حاجة في حياتي، وكومنتاتكم الجميلة بتفرح قلبي، بقراها كلها كومنت. اعذروني لو ما بقتش اقدر ارد على الكومنتات، لكن قلبي يعني بيبقى مرفرف كده ووصلني احساسكم والله العظيم. دمتم احلى متابعين واحلى ناس، واسيبكم في حفظ الله. باي باي.